إسلام المقابر بمدينة مراكش سيدي يوسف بن علي. هنا من على برا مشهد ومن الداخل مشهد آخر، يعني راه المسافة طويلة وكنحاول نقطع باش ما نطولش عليكم المشاهدة. يعني راه واحد المسافة كنحاول نقطع خطرة. ايوا هذه هي الدار، هذه هي لوتيسمون الجزيئة الأخرى لكل إنسان اللي نسى اسمه، نسى آخرة. بحال هذاك هزولات واحد كيقولوا ليه الفايد، نسى الفايد. هاد اليوم هذا اللي بيتخشى فيه وكيطعن في الصحابة ويطعن في الأئمة ويطعن في جميع الثوابت ديال الإسلام، ضربهم كلهم، ردوا الأولى. راه هذا هو الأخر. والله لا زعما اللي كنصحوه لهذا، يعني ملي يدخل هذه الحفرة كيف سيجيب الله سبحانه وتعالى. يعني مسافة طويلة راه كنقطع شحال. كنصور لكم الحيط على الطول ديالو. يعني هذا الباب الاخر ديالو، يعني مقبرة باب غمات. هاي شفتيها، مقبرة باب غمات. وهذا هو باب غمات الذي ضربه الزلزال وحطم أسواره تقريبا. يعني كاع دوك الأسوار كلها هما تهدموا. باب غمات، هذا هو باب غمات الأصلي، اللي داخلين معاه. وهذا هو الحائط من الجهة الأخرى، من جهة أقدال بوحماد على الطريق اللي غادية. يعني حتى واحد المسافة شتيها، يعني هادو ثلاثة المسافات ضربنا، ولكن المسافة الأخرى من جهتها البني. في شحال ديال المسافة طويل هادشي. وإلا مشينا مع هنا كنلقاو قابتة عليها في القند ديالها الروضة ديال اليهود بنو إسرائيل الخبثاء، قتلت اللي كيقتلوا إخواننا في فلسطين. اللي كيسمع بأقدال بوحماد كان هو هنا كله. هما ردوه مدارس، ردوه يعني فين داخل واحد على الناحية الأخرى طريق المدينة في أقدال بوحماد مستشفى عجيب. كنحاول نقطع باش ما نطولش عليكم. هانتوما شتي هاد الشق كله، هذا الحيط هكا داير كله. الله يحفظ، هذا حيط يقدر يطيح على شي حد. يعني فاتوا طاحوا شي وحدين بحال هكا بدون ما يكونوا مشقوقين. يعني هانتوما الشق الناس ناعسه، قبتوا الفلوس ديال الزلزال. هانتوما الشق هذا دروك راه مشقوق وما يلهاش يقدر يطيح. هانتوما شتيه، شوف يعني هاد الناس ما بغاوش يلتفتوا لهاد المقبره. هانتوما شوفوا هذاك الحيط بشحال مايل، شتيو هانتوما الشق. يعني مشقق هاد الشيء. شوف الله يهدي هاد الناس. راه هادي مقبره من اقدم المقابر هنا عندنا في المدينه. شتيه مايل لهيه، هذا راه يعني يقدر يطيح لهيه. الله المستعان. اللي بغيت نذكركم راه هي هذه الروضه، هذه هي من أقدم المقابر بمدينة مراكش. هانتوما الشق، شتيه، شوف هانتوما. راه كنحاول نقطع هنا طوال، شتيها طوال، يعني طوالة ديال المعقول. وهاد المقبرة هانتوما تشوفوا تشاهدوا الحيط
مشقوق بغا يطيح ليه، ولكن ما عرفتش اش هاد الناس اش كيتسناو. بحال هادشي يجيو يرمموه وكيقلنا هادي راه مقبره من اقدم المقابر. هنا كانت هنا تيتسمى اقدال بوحمد كله. ايوا العربات الكلشي راه هي هادي عندنا حنا في مراكش، عربه راه قديمه ركبنا فيها ايام الزمن الجميل. الزمن الجميل قليل اللي شاف هذيك الوقت. ها انتم الترميم والو، هذه راه مقبره يعني سبحان الله العظيم. ورغم ذلك ضرب الزلزال ولا زالت صامده. وتنشوف انا هذه البلديه عندنا هنا هذه راه قبيحه هذه المساله. المقبره راه كتعد بحال المسجد واكثر من المسجد والله اعلم. يعني علاش جاو حتى لهنا وقطعوا واحد القنت وداروا فيهم زباله؟ اشنو هو الراي ديالكم؟ هذه هي المساله اللي ما يعني باش تجي وتفتح مزباله في المقبره. انا جاتني شويه طيحه والله اعلم. هانتوما مزباله قطعوها من المقبره، حشومه كاع، هذه حشومه. يعني هنا اللي ضربوا الزلزال هو طاح. شتي كي قلت لكم هذا راه يقدر يطيح. شو راه يقدر يطيح على الناس. شوف ونسعوا الله السلامه والعافيه. شو راه يقدر يطيح على الناس. انت شوف هادشي راه ضربوا الزلزال، ولكن المسؤولين ناعسين. لا تشوفوا الروضات اليهود كي دايره، واش فيها شي حاجه؟ يعني كي كنقول لكم الحيط طويل بزاف، مسافه كبيره. يعني كاع هادي طواله ديال المقبره كلها، يعني من باب غمات من لهيه الى هنا. وهنا حدائق، راه داروا حدائق زوينين. شوف هاد كاع هادي مقبره. وكنحقنا المقبره ديال اليهود اعداء الله واعداء الاسلام. من هنا كتبدا هاد الاتجاه كيدي للمدينه. من هنا كتدوز على باب الملاح، كتدخل مع داك القوس، ومن جنان بن شقرة، حي جنان بن شقرة، دائما مع السور ديال الروضة. هذه هي مقبرة اليهود بنو إسرائيل. هذا هو الباب ديالها، شتيه هاد الدخلة. يقدر يبان لكم شي حاجة من الداخل، تبان شي حاجة من الداخل. هانتوما شتي مقبرات اليهود يعني بانين. انا وهذا هو حي الملاح والسوق ديال الملاح. وهنا هو اخر نهاية باب غمات. هنا الحد ديالها مع السكان.